يطلع لك يامي، المتر بقدره عالي، اكرم ولا يحامي، منور بدر الفامي، استشارة كابيني، جلسة والمشكل انساه، قول ما شاء الله المحامي جاء، ما شاء الله من اعلى طراز والقانون فلاه، كلم الافوكا اذا حد شكاه، يرتاح من البابراس يوريكم كيفاه. عالسلامة الأستاذ أنيس الماجري هوليوتي إن، ما هو هكا. مرحبا. معاك الأستاذ أكرم الغربي المحاكم العربي. هو أنت اللي مخوضة في المحاكم؟ والله وما عندك علاش ما تحلفني. هاو اقعد تفضل. 3 أيام ما رقدتش، كاهل المتهمين الكل على كاهلي في المحاكم، كل ما فما كان أنا في المحاكم. لحظة. ألو؟ ها حكمولك عدم سماع. دي انا من بديت القضيه قلت لك مربوحه. اسمع زيدنا شويه في الاتعاب، ماك تعرف زدنا شويه اجراءات وفازات. سلام سلام سلام. باي باي باي. قل لي استاذ انيس شنو هي قضيتك؟ ماك تعرف نحن ندعم الشباب، نعاونوا في الشباب، جماعه ديجيتال، جماعه ديماج اللي هي مستقبلنا مالوزمون. فما نابغه مبدع عمره 16 سنه. عندك الدرون بتاع خوه صغير يلعب بها، مش درون، يلعب صغيره درون، طورها وردها درون، تصور بها على سخون كبير. يا اخي كلها ورطت. باش نقدموا قضيه للدوله ويعاودوا يعرسوا الخو وتعرس له الدوله على نفقتها والزفه تتعمل في شارع الحبيب وركيبه. استاذ ما قلتلكش على عرس، شنو حل في النابغه؟ النابغه هذاك باش تكرموا الدوله وتعمل له زاده معرض باسمه. ها ولينا نعاقبوا على البداع نحن. الدولة قاعدة توا تشجع على الابتكار، ولكن مازالت ناقصين برشا مشاكل كيما الدرون. مثلا موضوع الدرون علاش فماش قوانين واضحة وحكاية لي سيت ويب والخلاص وكل شيء، علاش يسهلوا الناس تشريعات وقوانين يصنوها باش تسهل لنا يوليو يخلصوا كيما الباي بال كيما كذا، ونحن من غير ما نحقوا الشباب يقعد في بلادهم. يعني تحب تقول لي اللي القضيه ضد نجم تقول شوف محامي استاذ بدل ما تعب حاضر ناخذ ربنا ديما اتفقنا استاذ انيس. سيدي الرئيس، افتتح مرافعة اليوم بدعاء. عرضني شاب حب يصور عرس خوه بدرون. اخي لا عرس خوه لا صور هو، وطلعت الدرون وما هبطتش، ومعاها طلعت احلام شباب في البلاد هذه اللي احلامهم تعتبر اساسيات في بلدان اخرى. سيدي الرئيس، قضية اليوم هي حرب مقاومة فرضت علينا الدولة. هذا الوطن اللي الأجراح فيه صعيب تتلم، جيل شاب قاعد يموت من غير ما يسيل الدم. شبابنا وين؟ شبابنا كلاه البحر. تعقيدات إدارية تحت عنوان أرجع خطوة. قوانين رجعية كتبت بقلم شياب بعد كل البعد على الواقع. سيدي الرئيس، فرص تطوير منعدمة. البيبال يعتبر من المحرمات في وطن الإبداع فيه تعتبر جريمة. سيدي الرئيس، قضية اليوم ما هيش ضد شخص أو مجموعة أشخاص. سيدي الرئيس، قضية اليوم ضد كيان قانوني لن ولن يقبل التغيير. سيدي الرئيس، لن أنتظر الحكم ولن أسمع الحكم بعد المداولة أو أنتظر التأجيل لأجل غير مسمى. سيدي الرئيس، رفعت الجلسة. عرفتها حلمة من اللي ربحت في المرافعة. ريت اخرت كي نركض على تصويرتك شي يصير فيني. وانا نقول لك يجي وقتي بعد لي خير. مع مملكة الأسفار سافروا بالك مطمئن. شعارنا الأمانة والمسؤولية. لسنا وحدنا لكننا الأفضل. لابد اسمية واضحة، لابد وهرت محاكم، المحكمة لعبته. تو هذا كلام كلمة
خوك اكثر ماكله يحبها شنو؟ اللوبيا. طيب قولوا لوبيا شوي ويراوح. زميل اعطيني ستيلو. قضية عدد 33/70. المتهم الأزهر فرحان الشهرة قرن. قضية تعاطي واستهلاك مادة مخدرة. محامي الدفاع حاضر. حاضر سيدي الرئيس. تفضل. سيدي الرئيس اطلب من سيادتكم وصول المتهم امامكم. المتهم الأزهر فرحاني يمثل أمام المحكمة. أخ بالبال. سيدي الرئيس شوف البراءة، شوف النور الساطع من وجه موكلي. والله يا سيدي الرئيس هو بريء براءة الذئب من دم يوسف ابن يعقوب. سيدي الرئيس الأزهر محكوم عليك سنة سجن في طور الابتدائي. موافق على مرافعة الأستاذ المحامي لمسألة الاستئناف؟ موافق. سيدي الرئيس حضرات المستشارين، الموكل مثل أمام سعادتكم هو يستهلك في مادة القنب الهندي بغرض طبي. سيدي الرئيس ليس بغرض الاستهلاك. أستاذ الملف كامل لا يحتوي على شهادة طبية ولا تقرير طبي يدعم على الكلام. سيدي الرئيس عندي ما هو أقوى وأثبت من التقرير الطبي والشهائد الطبية. سيدي الرئيس هو دليل قاطع سيجعلك تحكم ببراءة موكلي، وبعد حكم البراءة باش نرفع قضية كل شخص وقف موكلي وخلى موكلي يعيش الحسرة ويعيش السجن ويتعذب وهو بريء كما قلت ونعاود نقول براءة الذئب من دم يوسف ابن يعقوب. هاو الدليل سيدي الرئيس. هذا خذيته من عند خوه. شو اسمك؟ هاتي بطاقة عليك اللي فخر الحبت عليهم والله. هاتي بطاقة عليك. تهنى المحاكم نعطي تهنى. وانت خدت عليك. امشي لا تهيب. ايش عمل؟ ما تخافش. تفضل سيدي الرئيس. سي أحمد فرحاني. نعم سيدي الرئيس. سيدي الرئيس باش ناخذ من وقت سعادتكم 10 ثواني باش ندخل في خضم في كلام هو يمد شويه بواقع السيره للقضيه، لكن سيدي الرئيس موكلي وخوه لازمنا نكرموهم. اي نعم نكرموهم على خاطر هم مش محتكرين المادة القنب الهندي. المسالك نتاعهم واضحه، يدخلوا فيها على حدود، يوزع لهم الجنقبه، يوزعوا. ونزيدك اكثر من هذا سيدي الرئيس المواطن المحتاج يكردوه. اي نعم يكردوه وما يخلصوش عليه، ومعناها الجرام يزيدوا فيه 2 جرامات. سيدي الرئيس هذوما لازمهم يتكرموا. اي نعم يتكرموا. حكم نادي اشكرك اخوك. تو انت مروح بيه راك اخوك، نبدا انا في خضم هيئه المحكمه راك اخوك. شكرا. بعد الاطلاع على ملف القضية في طورها الابتدائي والاستماع إلى المرافعة التي أداها لسان الدفاع في طور الاستئناف وتعرف ومزيد التعرف على مسالك الترويج والتوزيع والاستهلاك خاصة، حكمت المحكمة 8 سنوات سجن على كل من الأخوين أحمد والأزهر فرحاني بتهمة الترويج والتوزيع والاستهلاك مادة مخدرة. كما خاصت المحكمة ب6 شهور سجن إلى الأستاذ المحامي أكرم الغربي لتعاطيه مادة مخدرة داخل الحرم المحكمة. سيدي الرئيس بالنسبه للحكم بتاعي انا 6 شهور نطلب المحامي بتاعي. رفعت الجلسة. انت ما تخرج، انت شكون جابك؟ شكون خليك ترفع علي يرحم والديك؟ ما تهمزنيش. شكون هذا؟ منين جبته؟ عليه تجيب فيه انت يا ولدي هذيك رجع لي عام سيد الرئيس. يا اخوي جيبوا لي واحد اخرى تحكم هذه تو نصبر عليها حتى 18 سنه حبس يا اخوي. مش ما تخرج علي يا ولدي. سيد الرئيس رجع لي عام يا ولدي. منين جبته هذا؟ خليتني نعدي عام على روحك ايها الناس. يا ديك رد. شكون لي محامي معروف في العيله. يلا شنو هيك؟ مش قلت لي محامي انت؟ هذا المحامي الوحيد في تونس اللي متوقع فيه
كان بيشدنا مع بعض والتقينا في البيرو. كمل في يا بيرو غزالي. مع مملكة الأسفار سافروا بالك متمان. شعارنا الأمانة والمسؤولية. لسنا وحدنا لكننا الأفضل. كبر وطلع لك يامي، المتر بقدره عالي، أكرم ولا يحامي، منور بدر الفامي، استشارة كابيني، جلسة والمشكل انساه، قول ما شاء الله المحامي جاء، ما شاء الله من أعلى طراز والقانون فلاه، كلم الافوكا إذا حد شكاه، يرتاح من البابراس يوريكم كيفاه.